بالتخصص وكالعادة الأهلي إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. صعود النادي الأهلي إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا مقنع كنتيجة، إنما كأداء غير مقنع بالمرة. كولر والنادي الأهلي هما بعيدين عن مستواهم المعهود. كولر يفوز على سيمبا بأقل مجهود، وبالعكس بل بأقل أداء ممكن تشوفه للنادي الأهلي في السنوات الأخيرة. الأهلي لم يقدم ما يشفع له للصعود لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن مصطفى شوبير ينقذ الأهلي للمرة الرابعة والخامسة والسادسة. مصطفى شوبير هو نجم البطولة الحالية. الأهلي النهاردة لم يقدم الأداء المنتظر من كولر، وكولر يتأخر في التغييرات كالعادة لحد الدقيقة 86. هل يعقل ان انت عندك دكة قوية بقيادة قفشة واحمد عبد القادر وغيرهم وانت مش عايز تغير؟ هل يعقل ان انت عندك لعيبة وقعت بدنيا في المباراة وانت مش عايز تغير؟ هل يعقل ان انت كنادي اهلي كبير تيجي في يوم وتتأثر بلاعب؟ ايوه، انت تأثرت بلاعب النهارده والايام اللي فاتت والماتشات اللي فاتت، وهو امام عاشور. امام عاشور من بعد اصابته انت متاثر بيه جدا لدرجه ان انت ما عندكش اللاعب اللي هو يقدر يعمل لك حلول زي امام عاشور، ما عندكش اللاعب اللي هو بيعمل لك ابتكار زي امام عاشور، ما عندكش اللاعب اللي هو بيقدر يشيل الكوره ويحمل الكوره ويتدرج بيها للنصف الاخر او الثلث الاخير من ملعب الخصم، ما عندكش اللاعب اللي بيعمل ثرو باص، ما عندكش اللاعب اللي بيسدد على المرمى، ما عندكش اللاعب اللي عنده كوكتيل امام عاشور. امام عاشور هو امام عاشور، لسه ما فيش حد قادر يغطي مكان امام عاشور. بس النادي الاهلي كل اللي هو خده من المباراه ان هو صعد، ودي حاجه كويسه جدا. صعد لقبل نهائي دوري ابطال افريقيا، علم ان الاهلي في السنوات الاخيره هو ملك الحته دي، مع العلم ان الاهلي في السنوات اللي قبل كده هو برضه ملك الحته دي. الاهلي قدر يصعد النهارده لقبل نهائي ابطال افريقيا، ودي حاجه مميزه جدا. انت هتنتظر دلوقتي مازيمبي وبيترو اتلتيكو، وبرضه الاثنين اقوياء جدا. انت كنت بتبعد عن سان داونز، انا بقول لك ان بيترو اتلتيكو ومازيمبي لو انت لعبتهم بالمستوى ده هتتهزم. فانت يا كولر لازم تفكر شويه وتقعد كده وتركز وتشوف حل في الاداء الغير مقنع اللي احنا شايفينه من النادي الاهلي. كل التمنيات لحسين الشحات باذن الله ان هو يكون سليم ويقوم بالسلامه لو هو في اصابه بسيطه باذن الله، والف مبروك للنادي الاهلي، فوز بهدف للسوليه اللي بيعود من جديد وهدف لكهربا. وباذن الله القاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين.